أسعد الله مساءكم أحبتي، وأهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة وإطلالة جديدة من برنامج بوحة الريف والبادية. يا محل الدلة وزايد لها الهيل، يا محل الدلة وزايد لها الهيل ببيوت أهلنا، وين بيت الليالي ويا ما سمعنا عنها السيف والخيل. هذا البداوة عشقها لا محالي، ودلال عجمر الغضة ساهر الليل، ونفوس خضعة وطيب عز رجالي، وحنا حيود تشيل ثقل المحاميل، ونسبيك في غال المهج والعيالي. يسعد مساكم أحبتي. هذا البرنامج الأسبوعي اللي يأتيكم مساء كل يوم أربعة من الساعة 9:30 وحتى الساعة 11 وعلى الهواء مباشرة. كل شكر لزميلي شوبرت النمري من التنفيذ الهندسي المباشر. الله يسعد لي مساك أخوي شوبرت. وأيضا أشكر زميلي رامي مارديني في غرفة المراقبة الرئيسية. ولكم أطيب وأجمل تحية مني أحمد الزوايدة. وبحجة الحلمان يا عنيد يا يابا، يما وابكي عكاتي عيني وما يا عيني يا عنيد يا يابا.
عنيد يا يابا والله وبفرق الأحباب عيني وما يا عيني يا عنيد يا يابا تسواها لي وكل القرابة يا عنيد يا يابا حطيني براسي جنان يا حميد يا يابا يما السودا دني عيني وما يا عيني يا عنيد يا يابا تسوالي وكل القرابة يا عنيد يا يابا يا خي قول لأمي يا عنيد يا يابا ويلي لا تقول لأبويا وسنينهم عدوان يا عنيد يا يابا ويلي ناويين عليا عيني وما يا عيني يا عنيد يا يابا تسواهني وكل القرابة يا عنيد يا يابا يسعد مساكم أحبتي، متواصلين معكم في برنامج بو حريف والبادية عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان وإذاعة عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. هواتف برنامجنا 47 47 111 و 47 47 112. بالإضافة إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك بو حريف والبادية. ورحب فيكم أحبتي ورحب في كل اللي يتواصلوا معنا في هذا البث الحي والمباشر أيضا على الفيسبوك ويتواصلوا معنا كذلك على صفحة البرنامج. مسي عليكم جميعا ومسي عليهم المهندس محمد المزن أبو همام وأيضا خالد أبو خجيل، حسني موسى أبو صالح، لافي الظفيري، سحر الخالدي، عماد العواملة، أحمد وأم أحمد الزوايدة، هبة البريدي، غازي الهواوشة ودعاء مقابلة. اليوم أحبتي اخترنا لكم قصيدتين ولو أنها قصائد قصيرة لكنها تحوي الكثير من النصائح والحكم اللي يجب على الإنسان أنه يتزود فيها، لأنها تنم عن تجارب واقعية وحقيقية. القصيدة الأولى للشاعر والأمير خالد الفيصل. يقول الأمير خالد الفيصل: الناس تفنى،
الناس تفنى والمباني والأملاك، والقول يبقى والخبر للتوالي. الشعر معنى حكمته بعد الإدراك، وما كل يلمع على النور غالي. والشعر صور شاعر في تلقاك، إما لبس لك جوخ ولا سمع لي. يقول الشاعر سليمان بن شريم، يقول وربعك اليابان الخلل فيك عافوك، أقرب قريب لك من الناس يشناك. وربعك اليابان الخلل فيك عافوك، أقرب قريب لك من الناس يشناك. إن كثر مالك اصدقوا لك وطاعوك، وإن قل ما بيدك شانت حلاياك. إن كثر مالك اصدقوا لك وطاعوك، وإن قل ما بيدك شانت حلاياك. لو تطلب الماء عندهم كان مسقوك، لو تطلب الماء عندهم كان مسقوك. ابعد مزارك عن وطنهم ومرباك، وان طاب حظك اصدقوا لك وحبوك. وان بار كل ما يبي غير فرقاك، وهراجة المجلس اللي جيت وروك، منازل تطرب نظيرك بدنياك. وراجة المجلس اللي جيت وروك، منازل تطرب نظيرك بدنياك. واللي قضوا منك اللوازم وخلوك، تفرقوا وان تحتمل الحل للنور شبوك. واللي انقضى اللازم حد الربع طفاك، كأنك سراج. واللي انقضى اللازم حد الربع لان الرخاء. يجفاك واصحى الخلان اللي احتجت مدروك. مثل العمل يدركك ما منه فكاك، وان كان فاخصم طلبتهم حق ماشوك. ناظر مطالب الجاهل، واحلم على الجاهل ترى الحلم مبروك. وقم للضعيف اللي من الضيم ينخاك، وادمج خطأ جيران بيتك اللي يذوك. ترى القصير وحرمة الجار بحماك، وادمج خطأ جيران بيتك اللي يذوك. ترى القصير وحرمة الجار بحماك. وقم للضيوف اللي يفولك وضافوك، اغلي كرامتهم بحجاجك وبشراك. في مجلس ما
والطير نزر والحباري قليلة يا الله يلي طال به ما بعد فان يلي من الضيقات ينجي دخيله يلي من الضيقات ينجي دخيله تفرج من قلبه غدا فيه والوان والنوم ما جاء عينه الا قليله والنوم ما جاء عينه الا قليله اي لا ذكرت رموس عصر لنا زان شاف الفياض وفقد عز القبيله ترموس عصر لنا زال شاف الفياض وفقد عز القبيله يا زي شدتهم الى روح المال يتلون براق تلالا مخيله شدتهم إلى روح المال يتلون براق تلالا مخيلة ويا ما حلال جاء من القفر خيال واصبح شديد البدو عجل رحيله
يسعد مساكم أحبتي، متواصلين معكم في برنامج بوح الريف والبادية. هواتف برنامجنا 47 47 111 و 47 47 112. وكما عودناكم دائما احبتي مع اطلاله هذا البرنامج ان يكون لنا ايضا اطلاله على شعراء لنا من اخواننا واشقائنا واهلنا في الدول العربيه. واليوم من حسن الطالع ان يكون معنا قامه شعريه وايضا قامه اعلاميه. باسمكم جميعا نرحب بالشاعر راشد القناص من المملكة العربية السعودية. يسعد مساك أخوي راشد وحياك الله. مساك الله بالخير أخوي أحمد الزوايدة، وبيض الله وجهك على هذا اللقاء الجميل، وأشكرك وأشكر جميع طاقم الإذاعة وطاقم برنامج بوح الريف على هذه الاستضافة، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف الظل عليكم إن شاء الله. الله يحييك، هذه الإطلالة الجميلة منك أخوي راشد. وجوز لما ما شاء الله أنت يعني فاتني أن أشير أنك مدير مكتب جمعية الإعلاميين بالإحسان، وكذلك مقدم برنامج أو برامج إنجاز التعبير الخيمة الشعبية ورموز وشخصيات، ومقدم ومعد العديد من البرامج في القنوات الإعلامية. وكذلك أنت يعني تربوي وعضو مؤسس لجمعية التراث ورئيس منتدى الأدب الشعبي. فما شاء الله السي في تبعتك حافلة بالإنجازات والعطاء ما شاء الله أخوي راشد. الله ربي يطول عمرك يا سيد، أن نمشي على أثركم طال عمرك، والفضل الله هذه النجاحات الفضل الله ثم دعواتكم الطيبة، دعوة المبدعين، دعوة الناس الطيبين في ظهر الغيب. والحقيقة وجودنا خدمة الشعر الشعبي بحد ذاته على كافة المنابر الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة. نعم، الله يحييك يا أخوي راشد. يعني صراحة خلينا نتوقف في محطة البدايات. يجوز أنا من خلال نافذة هذا البرنامج واللقاءات العديدة اللي أجريتها مع العديد من القامات الشعرية ألاحظ أنه كثير من الشعراء أخوي راشد يحجموا أو لا يأتوا على ذكر زي ما يحكوها، أو لا يتوقفوا في محطة البدايات، وخاصة أول قصيدة يكون نظمها الشاعر. ما بعرف برأيك يعني شو السبب في هذا الأمر؟ والله طويل العمر استاذ احمد، بداية الشعراء الحقيقة كثيرة. هي اولا بداية تكون محاولات نعم شعرية حقيقة ربما انها لا ترتقي لمستوى الشعر الشعبي. انا اتكلم عن نفسي، بدايتي انا الشعرية مثل بداية اي شاعر، مجرد محاولات شعرية ينقصها الكثير من ابجديات الشعر، فيها اخطاء كثيرة. والحقيقة لانها في بداية كتابة الشعر، والحمد لله من خلال موهبتي الشعرية ومن خلال اطلاعي الكثير في أمهات الكتب الشعر الشعبي، ومن خلال احتكاكي مع كبار الشعراء في منطقتنا وفي منطقة الخليج، تجاوزت مرحلة العمود الفقري وهو الوزن القصيدة. جميل، هذا الوزن سنأتي رايحين نتحدث عنه لاحقا إن شاء الله. وبعدها تفننت الحقيقة في كتابة الشعر بكل حرفنة وإتقان ما شاء الله. الحمد لله على كل حال. نعم، يعني برأيك انه هذا التلاقح الشعري مع كبار الشعراء كشاعر انا مبتدئ، خلينا نوجه رسالة اللي في بداية الطريق كشعراء خلينا نحكيها، انه يعني تجربة الشعراء اللي لهم باع طويل تغني، يعني تساعدهم انه يتجاوزوا ويتخطوا بعض العثرات في بدايتهم الشعرية. نعم صحيح أستاذ أحمد، لأن الشاعر يعني في بدايته يحتاج إلى الكثير، إلى صقل الموهبة، إلى العديد من أوزان الشعر، حفظ القصائد القديمة التي تعتبر مرجع
للساحة الشعبية ومرجع للمكتبة الأدبية، فلا بد أن يكون الشاعر المبتدئ يعني حاذق في هذه الأمور، ويعني في بداية أن عنده الرغبة الأكيدة للشعر الشعبي حتى تسهل عليه مهمة الوزن ومهمة ما شاء الله الإبداع في الكتابة. ولا شك أن الشعراء الكبار يعني الحقيقة هم سبقونا في هذا المجال وحنا نمشي على أثرهم، عرفت العمر، فنستفيد من خبراتهم، من قصائدهم، من فنونهم الشعرية، من الحقيقة إبداعاتهم الشعبية في كافة الفنون الشعبية والأغراض الشعرية المتعددة في الشعر الشعبي. نعم. طيب يا ريت نسمع منك أخوي راشد، إذا تحضرك الذاكرة الآن، أول قصيدة نظمتها. بكل سرور. كتبت هذا، نظمت أول قصيدة طعمه تغنى فيها الفنان بندر سعد. أنا أقول: أنا الذي من جور حبك تألمت، وأنا الذي عن باقي الناس مغليك، وأنا الذي ما مر يوم وتندمت، طبع صدوق الوفا بين يديك. سلمت لك روحي، لك الله سلمت، وسلمت لك أمري وبالروح شاريك. عذبني التفكير واحرقني الصمت، وسود الليالي جرح غاليك. مع الهاجوس بالليل ما نمت، والنمت ساعة قمت بالحلم اناديك. أنا أشهد إني من غرامك تحطمت، أنا أشهد إني من غرامك تحطمت، لو مت بأسبابك ترى العمر يفديك. لولا الغلا والشوق ما كان نظمت أبيات شعر منك، والهامها فيك يسعد حظي. لاقتنعت وتفهمت وبديت تعطيني مثل ما أنا أعطيك. الله يصح لسانك أخوي راشد. الله يا رب يطول في عمرك. أعطيتنا من هالدرر الجميلة اللي عندك ما شاء الله. إذا البداية هيك قبل 30 سنة ما شاء الله. احنا دائما ما زالت في الذهن. نعم ما شاء الله، الذاكرة قوية إن شاء الله، تبقى الذاكرة ظلها متوقدة وقوية من مشيئة الله. الله يحييك. إذا البداية هيك معناته المشوار جميل الليلة معك. الله يا رب يطولك، تشرفت طال عمرك. الله يحييك. ضيف خفيف الظل، وإن شاء الله حلقة تكون مليئة بالإبداعات الشعرية. الله يحييك. الله يحييك أخي راشد. راشد القناص من الإحساء من المملكة العربية السعودية. تعرف يعني في إذا تشاركنا الرأي ما بعرف، يعني الشاعر له رؤية مختلفة تماما، ولكن يجمعنا الجانب الإعلامي. وأنا دائما أقول اللقاء مع الإعلاميين ما يعني لا يحتاج إلى كثير من الجهد، لأنه لديه من الخبرة ولديه عن أبجديات العمل. فتعرف بعض الشعراء تجد لو توقفنا في مسألة الأغراض الشعرية تشعر أنه مبدع في جانب دون الجانب الآخر، ويعني تلقى ممكن أحيانا له مشوار أو له إبداع وجماليات في الغزل دون مثلا خلينا نحكي المرثيات أو الأمور الأخرى والوطنيات أو غير ذلك. لكن السؤال أو ربما المستمعين يتساءلوا إنه يعني الأقرب إلى نفس الشاعر راشد القناص يعني هل هي الغزل أم ماذا إنجاز التعبير؟ الله يعطيك العافية على هذا السؤال الجميل. طبعا أستاذ أحمد كل القصائد بالنسبة لي أنا قريبة لنا، ولكن شعر الغزل والشعر الغزلي محبب للنفس، كما قيل في الأمثال الغزل في القلب نزل. وأنا أغلب قصائد الشعراء القدامى والمبتدئين والجدد والمبدعين كانت بداياتهم الشعرية في باب الغزل. نعم، فهو محبب للنفس وقريب للروح. نعم يطول العمر. فالغزل يعني مثل ما تفضلت انه يعني محبب للروح وللنفس معا يعني. نعم والله جميل جدا. الغزل في القلب نزل. وأنت فاتني أذكر أنه كمان لك إبداعات ما شاء الله خاصة في الأمثال الشعبية في منطقة الإحساء بالسعودية. نعم. رايحين كمان يعني نغتنم وجودك هاي الليلة نتعرف على بعض الأمثال الشعبية المشهورة في المنطقة ومناسباتها إذا كان يحضرك. والله أستاذ أحمد أنا أصدرت كتاب نعم قبل 8 سنوات تقريبا ما خانتني الذاكرة، أطلق عليه الأمثال الشعبية في الأشعار النبطية. حلو. هذا الكتاب تضمن تقريبا يعني 200 مثل دارج عندنا في الخليج العربي بوجه عام يعني. نعم.
مثل ما تقول انت ابوها وسمها. نعم. هذا مثل دارج في كل مكان. هذا جزء تقريبا يعني جزء فيه، اذا تلاحظ في احيانا تقارب بين الامثال بين كثير من وطننا الكبير. انا دائما اقول وطننا الكبير العربي، لانه يعني خاصه مش بس فقط في العادات والتقاليد، كمان حتى في الانتاج الادبي. يعني في الامثال تلقى احيانا الامثال موجوده ونفس المثل ونفس المعنى تقريبا. نعم صحيح. وهذا مكان الامثال هذا طلعت مني انا اشوف وقريت في كثير من الدواوين الشعريه بعض القصائد تحمل امثال جميله. فلذلك كتبت شرحت لي طال عمرك اخترت لي تقريبا 200 وعليها شوي مثل، وشرحت معناه طال عمرك ومع الشاهد الشعري على ذلك. نعم. فالحمد لله لقى الحقيقه صدى طيب جدا والله. نعم. ودشنت هذا الكتاب ووزعناه ذاك الحين، والحمد لله على كل حال صداه صارت جدا طيب يعني. نعم. خاصة الأمثال يعني أنتم وسمها الضرب في الميت حرام، بغينا وصار فرعون، طال عمرك أيضا لحركة العود بانت طابت ريحته. من هذه الدرجة اللي احنا نتداولها في فترة يعني. فجميل جدا من الشعراء بأنهم الحقيقة يضمنون أبياتهم الشعرية هذه الأمثال الشعبية في حياتنا اليومية. وفي ناس يوظف هاي الأمثال أخوي راشد، يوظفها أصلا في الشعر نفسه. لذلك حرصت كل الحرص يا طويل العمر أن وضعها في هذا الكتاب. والله وبحثت قعدت يعني الحقيقة وقت كبير وأنا أجمع الأمثال وأجمع الأبيات الدالة عليها. عرفت يا طويل العمر؟ نعم. واعتقد هذا العمل يعني يحتاج الى كثير من الجهد، لانك يجوز احيانا اثناء عمليه البحث والتحري والتدقيق تجد احيانا في تباين، او ربما تكون المعلومه يعني تحتاج الى مزيد من التمحيص حتى تصل الى الحقيقه. نعم. هو الحقيقة العمل الشعري أو إصدار الدواوين يا أستاذ أحمد والله العظيم متعبة جدا، ولكن التعب أني أجد المتعة واللذة في الحقيقة البحار والخوض في أمهات الكتب الشعرية القديمة وإصدارها في ديوان متواضع يكون بين متناول الأيادي والنقيب للمهتمين للشعر الشعبي والتراث الشعبي عندنا. نعم. يعني أنت في بداية حديثك أخوي راشد تطرقت لي بعض الأوزان، فالأوزان الشعرية طبعا وجوز يا ريت لو تعطينا هيك إطلالة موجزة على الأوزان الشعرية خاصة للشعراء اللي يعني ربما تنقصهم الخبرة في هذا الجانب. وأنت يعني لا شك أنه زي ما قلنا قبل شوي الأغراض الشعرية أنه في شاعر يميل لغرض الشعري دون الآخر، كذلك الأمر أتوقع أنه حتى الشاعر أحيانا يميل إلى وزن معين دون الآخر. أنا يا أستاذ أحمد الأوزان الشعرية الحقيقة متعددة عندنا، واغلب الشعراء الحقيقه اغلب قصائدهم موجوده يعني على الهجيني، وهذا الهجيني الكل قصدي المسحوب والكل يتطرقه. عرفت؟ لانه يجوز سهل اخوي راشد، سهل جدا سهل جدا. وسهل الحفظ كمان، لانه دائما حتى في المناسبات وفي الرحلات وفي المناسبات يرددوه. نعم. عندنا الهجيني طال عمرك، وعندنا طال عمرك بنوعيه، وعندنا طال عمرك المسحوب المتعارف عليه من قبل الشعراء، وعندنا طال عمرك الهلالي والصخري. فانا والى غيره انا اصدرت كتاب طال عمرك قبل سنتين من خلال الجائحه، كتاب اطلقت عليه الهلاليات. نعم. يتضمن 75 قصيده مختار على البحر الهلالي. نعم. عرفت العمر؟ وان هذا البحر الهلالي هو نسبه الى تغريبه بني هلال. نعم. التي استوطنتها الجزيره العربيه ومنها هاجرت الى دول المغرب العربي. نعم. فالحقيقه الابيات الهلاليه يعني ما كل شاعر يجيدها طول العمر. أكيد. نعم. أول جرة على الربابة هي الجرة الهلالية. الجرة الهلالية. نعم. وهذا ما يثبت أن ظهور الربابة كان متزامنا مع ظهور البحر الهلالي. نعم. وكانت الربابة ذاك الوقت هي الموسيقى الوحيدة
آنذاك، وهذا دليل قاطع على كون الشعر الهلالي أصل الشعر وعاصمته التاريخية. نعم نعم. والشعر الهلالي طبعا له عدة أوزان، ما يزيد عن بحر المسحوب بحرف واحد في نهاية شطري البيت. نعم. كثير الحقيقة من القصائد، هو والله من أصعب البحور الشعرية. وأنا أستاذ أحمد الحقيقة وأفيد بالشعر بأن الشعر الهلالي هو الأقرب للشعر الفصيح في لغته. نعم نعم نعم. أصدرت هذا الديوان واخترت 75 قصيدة مختارة من كبار الشعراء في الجزيرة العربية. نعم. واصدرت الحقيقه والحمد لله كان صداه طيب عند المستمعين وعند الجمهور. كذلك ايضا يسعدني استاذ احمد لو يعني بعد اذنك اني اتفضل. القصيده الهلاليه التي كتبتها في نعم. كتاب الهلاليات. نعم، وهذا ما كنت اود انه نسمع قصيده هلاليه منك. الله تعالى. هو الكتاب الحقيقه فيه الكثير من الشعراء المشهورين، لكن انا كوني اني انا اخص البرنامج ابو حديث، هذه قصيده الهلاليه الخاصه فيني. اقول: عزي العين نشف الدمع موجها تذرف بدمعات تجدد حروقها، اسباب منهي بالحكي حلت الحكي، متنفله بالزين والحسن ذوقها طوبة بالدلبشر ساد حبها، والنفس تسعد لا تبين فروقها، في منوتي في رغبتي في مودتي، في حبها أقف وصلها وشوقها وقف القلب في مطلب الهوى، ونفسي هواها في هواها يسوقها وبرض لين الصبر زود صبابتي، والروح بالهجران زايد فتوقها والله مرخصها لو الروح تشتقي، من حبها أتبع مناحي طروقها، والله ما انسى ساعة في ودادها، ومهما أعبر ما أوفي حقوقها. هذا صح لسانك يا أخوي راشد. الله صح بدنك. هذا بحر من البحور الهلالية، وشوي صعب ويبي لها شوي يعني حقيقة. نعم. تبيان. بس الفارس ما يصعب عليه شيء يا أخوي راشد. الله. القصيدة الهلالي كثير والله يا طول العمر. وابدعوا الشعراء كثيرين يعني عرفت. فالحمد لله توفقنا في اصدار هذا الاصدار، وكان اصدار جدا مميز. ناهيك استاذ احمد اني اصدرت بعد كذلك ايضا الصخريات. نعم. ديوان الصخريات، اخترت 100 قصيده مختاره على البحر الصخري. نعم. ويعد البحر الصخري من اقدم بحور الشعر النبطي، حيث ياتي بعده بعد البحر الهلالي من حيث الترتيب. نعم. واختلف يعني هلالي وصخري بعدها. نعم اي نعم. وسمي بالصخري لانه يصخر قلب المستمع اليه لشده حزنه وتاثيره العميق بذائقه مسامعيه. ايضا يتسم بالعذوبه وجرسها الموسيقى الجميل. وايضا له عده مسميات في الخليج العربي، يسمى باسم الفراقي اذ له من اسمه نصيب ووافر من الحزن والكآبة والأسى والهم والحرقة واللوعة وألم الفراق والبعاد. الله يا ربي يبعدنا. الله امين يا الله. والله. وايضا كذلك ايضا نظم قصيدة على البحر الصخري مسلكان. المسلك الاول اهمال قافية الصدر فلا يلتزم بها الشاعر. هذا ما سلكه القدامى من الشعراء ودأب عليه من بعده، حتى دخل عليه بعض التهذيب وأضيفت له بعض التحسينات على يد بعض الشعراء المجددين، منهم ابن لعبون. يقولون المثل غير ابن لعبون ما يلعبون. الذي يطلع على هذا البحر إضافات جميلة أعطت النص الحقيقة الشعري جاذبية بعد أن صمت فترة طويلة على قافية واحدة. أعطيك مثال أستاذ أحمد، مثل قول الشاعر الكبير محمد الفيحاني، يقول: شبعنا عناهم وارتوينا وعند رسوم منزلهم بكينا. نعم. وفاقهم شنا وحنا وحنينا ثم هوينا. كثير الحقيقة من الصخريات. المسلك الثاني هو الحقيقة النظم على قافيتين، مثل قصيدة محمد بن لعبون. يقول: سقى غيث الحياة مزن تهامة على قبر بتلعات الحجازي، يعطبها البختري والخزامة وترتع فيه طفلات الجوازي، وغنت راعبيات الحمامة على ذيك المشاريف النوازي. إلى آخر الحقيقة. وهذا البحر الصخري يقابل في الفصيح بحر الوافر. نعم. فالحقيقة كثير. أنا اخترت 100 قصيدة
من كبار الشعراء استاذ احمد، مثل خالد الفيصل اللي يقول غريب الدار. نعم. التسلي، نعم، اللي غناها محمد عبده. نعم. اغني اسلي خاطري عن حب خلي، سمعت الشور من قاصر معرفه، يحسب البعد عن بعده يسلي. كذلك ايضا قصيده منها محمد الشديري اللي يقول حياتي كلها صبر وجلاد وغيري عايش. نعم. عيش السعاده، انا اللي عاشق بالغي مغرم غريق في هوا راعي القلاده. كذلك ايضا حق الامير عبد الله الفيصل، هلا باللي بهالخافق يهلي، من الفرحه وروحي به تهلي، الى شفته ولو في الصدر ضيقه، تفرج كل همي واضمحلي. هذا غناه محمد عبده. نعم. نعم. كذلك قصيده محمد بن راشد المكتوم، الشيخ محمد اللي غناها عبد المجيد يقول عليهم صابر والصبر طول. نعم. حتى انال في صبري شفاعه. نعم. سبق عليه القلب يهمل عميل العين. نعم. يعني اكثر اخوي راشد اللي حكيت عنها قصائد مغناه. المغنى. نعم. درس في كتاب خريات لعدد من الشعراء الأمراء والشيوخ والشعراء المبدعين. نعم. فلقى صدى طيب جدا يعني الحقيقة في الساحة الشعبية. نعم. يا الشاعر والإعلامي راشد القناص، ما شاء الله عليك، كما لك مسيرة إعلامية ما شاء الله حافلة، لك مسيرة تربوية وتربوية إدارية إنجاز التعبير أخوي راشد. ما شاء الله. فمن خلال مسيرتك التربوية أكيد دائما الشاعر لديه حس مرهف وقدرة على استشعار الأمور عن بعد. هل صادفت يعني من خلال هذه المسيرة مواهب صغيرة إنجاز التعبير؟ كيف تعاملت أنت معها من خلال مسيرة التربية؟ نعم أستاذ أحمد، الحقيقة المواهب كثيرة من أبنائنا الطلاب. في المواهب المتعددة لديهم، في منهم من هو مبدع في فن الخطابة، وفي منهم من مبدع في الشعر والرسم والتصوير والرياضة. فلا بد حنا كقادة مدارس تنمية هذه المواهب الشابة، ولا بد من دعمهم دعم ألا محدود من أجل صقل مواهبهم الثقافية والأدبية والعلمية والرياضية المتعددة. مصداقا لقول الشاعر الكبير الأمير خالد الفيصل يقول: كل رجل في حياته له ميول، والهواية تمتلك رجالها. جميل. كل شخص حقيقة له ميول في حياته طول العمر، فحنا دورنا الحقيقة أعطاء الضوء الأخضر ودعم هذه المواهب الحقيقة. والحمد لله في ناس الآن يشار لهم بالبنان مبدعين والله. نعم. فإذا أنت يا أستاذ أحمد عندك مواهب وما تستقلها أو تدعمها، أكون ظلمت نفسي. نعم. لازم تبني هذه المواهب. نعم. الحمد لله الآن مبدعين ويشار لهم بالبنان يا طول العمر. ما شاء الله. كونك أخوي راشد القناص من الجسم الإعلامي، برأيك يعني هل أنصف الإعلام الشعر النبطي؟ وكمان يعني خلينا نضيف عليها برأيك يعني هل القنوات الفضائية يعني كان لها دور حقيقي في إبراز الشعراء؟ جميل سؤالك. ينقسم إلى قسمين طال عمرك. القسم الأول أنصف الإعلام الشعر. في حقيقة الأمر نعم أنصف الإعلام الشعر النبطي سيد أحمد بفضل وجود البرامج المتعددة والقنوات الفضائية الشعرية الكثيرة، وفي منها متخصصة أيضا. نعم جميل. نعم ومتخصص في الشعر الشعبي والمعروف الأدبي، وإقامة الأمسيات الشعرية الجميلة، وإقامة المهرجانات في العالم العربي أجمع. فالشعر الآن يعيش في عصره الذهبي بفضل وجود هذه المنابر الإعلامية المتميزة. أما حديثك عن دور القنوات الفضائية في إبراز الشعراء، الحقيقة القنوات الفضائية الشعرية وجدت لخدمة الموروث الشعبي، وهي متاحة لكافة الشعراء، وليس لك محسوبيات نظرا لكثرتها المتعددة في الساحة الشعبية. وإن كانت هناك محسوبيات أستاذ أحمد فالبقاء للأصلح. والمتابعين يفرقون بين الغث والسمين. طيب إذا أنا كل شيء متوفر عندي من القنوات الفضائية، كثرة البرامج وكثرة القنوات، عندنا طال عمرك الإعلام المقروء، الصحف الورقية والإلكترونية متوفرة،
نعم. عندنا الابداعات يتوفر. اذا الشاعر ما خدم نفسه بهذه الامور متى يطلع يعني؟ نعم. يعني لازم انت نصيحه او رساله توجهها لبعض الشعراء، انه في انا لاحظت يعني من خلال يعني العديد من اللقاءات التي اجريتها من خلال هذا البرنامج، انه في بعض الشعراء يحجم او يعني مقل في الاطلاله الاعلاميه يا اخوي راشد. والله هذا راح يظلم نفسه. نعم اكيد. نعم. يعيش في اوج عصره يعني الحقيقه يعني. اذا ما طلع الان متى بيطلع؟ هذا السؤال. نعم. بوجود هذه القنوات خدمت الكثير من الشعراء والشاعرات والادباء والحقيقه والرواه، فالحمد لله على كل حال. فنتمنى الحقيقه المزيد ان شاء الله من الابداعات الشعريه ان شاء الله. والله يا اخوي راشد بدنا منك قصيده كمان. على خير. الله يحييك، تسلم. مقطوعه اقول: لو غبت عني يا حبيبي انالك، لو غبت عني يا حبيبي انالك، رهنت لك روحي وهذه قليله، لو عشتنا كل العنا والمهالك، من اجلك تهون الحمول الثقيله، نهاري بغيابك كما الليل حالك، صابر على مر الظروف الطويلة، أنت غناتي طيب الله فالك، أرقب ضيوفك كل يوم وليلة، هذه سواتي يوم سامر خيالك، ارحم محب ضاق نار المليلة. صح لسانك يا أخوي راشد. الله يا رب. الله يحييك. وراح ادشن كتاب جديد ان شاء الله اسمه تغريدات. نعم باذن الله ينضم الى الاصدارات الشعريه الاخرى. نعم، ولك العديد من الاصدارات يجوز سناتي على ذكرها ان شاء الله بعد شوي، لانك انت من خلال حديثك تطرقت الى العديد منها اخوي راشد. طيب يعني بجوز في مساله كثير مهمه وخاصه تخص الشعراء، ما بعرف شو وجهة نظرك منها، مسألة فن الإلقاء أو الإلقاء القصيدة، تعرف يعني هل تخدم برأيك جماليات القصيدة؟ هيوم يحتل المرتبة الأولى بالنسبة لك. كمان يعني خلينا في هذا الإطار، الحضور يعني أو الجمهور إنجاز التعبير، إلى أي مدى يخدم هذه المسألة؟ أستاذ أحمد، الحقيقة فن الإلقاء وجودة القصيدة وجهان لعملة واحدة. حلو. فن الإلقاء يضفي على القصيدة أكثر جمالا وجودتها يدوم للأبد. نعم. لا شك بأن الحضور يخدم القصيدة وتداولها في كل مكان وزمان. يعني كلما كان القصيد سلس وسهل يكون في متناول الأيدي، والناس الحقيقة ينقلونه من مكان إلى مكان مهما قدم الحقيقة القصيدة، فالإلقاء مهم جدا. يعني الحقيقة يمكن نص القصيدة هو على الإلقاء. نعم. لا شك أن الوزن بعد ضروري. يعني مثل عندك قصيدة والله حقيقة كثير الحقيقة أستاذ أحمد يعني مشهور. مثل أنا أصدرت كتاب سميته الدرر الغنائية. نعم. 100 قصيدة مختارة من الشعر النبطي الجميل، وأشركت بين الجيلين، الجيل القديم والجيل الحديث. فمثل على سبيل المثال قصيدة محمد شو اسمه هذا باللعبون، اللي يقول عمرك يا ذا الحمام اللي سجع بالحون. نعم. وشبك على يعني تبكيها ذكرتني عصر مضى وفنون قبلك دروب الغي ناسيها. فن القصيدة الحقيقة شاعر من الكويت اللي يقول عذروب خلي حسنها الفتان. نعم. يزيد اللي محلى عذروبه يراه وعظيم الشأن من كل مكروه دنا صوبه. كذلك قصيدة الدجيمة العتيبي اللي يقول يا جر قلبي جر لدنا الغصوني، وغصون صدر جره السيل جره، واهله من اول بالورق يورقوني، على غدير تحت هلما يقرى. كذلك ايضا الكريم يا بارق انسار محل رزيم الرعد فيه، يا حبيبي حكمت خل حكمك عدال. نعم. سوف على علامات يريد. نعم. يعني العديد من القصائد اللي اشرت لها. نعم. السيل يسلك الغرمول يسقيك من مزنة هلة الماء عقربية. نعم.
نعم. يطول مجيد ساري في حراويك عجن وخاف القمر يظهر علي، الين قال يا رجل لو مصيبك وين ادويك ودواك يم الحسا صعب علي. صعبا علي. مو بحسانه اللي عندنا في السعوديه، نعم. هذه الحسا وادي في الاردن. نعم. عندكم في والله في منطقة اسمها الحسا بالأردن، صح مضبوط. هذه يعالجون فيها الناس هناك اطباء، ما فيها دكاتره يعني، فيها مطببين شعبيين. نعم. طب البديل، فيروحون لها الناس يعالجون هناك. وكان طريق هذه الحسا اللي عندكم بالاردن طريق وعر يعني الحقيقه. اكيد نعم، وادي الحسا مشهور ووعر. نعم مضبوط. ولذلك الشاعر يقول وطيت انا الداب وانيابه مشويك والله وقاني من اسباب المنيه. يقول يا رجل لو مصيبك وين ادويك ودواك يم الحسا صعبا علي. نعم. فالحقيقه قصيد كثير، وانا والله اصدرت هذا الكتاب وعملت له الحمد لله، وكان الحقيقه في متناول الايادي، وكان الحمد لله امورها كلها طيبه، وحصلت على ثناءات كثيره والحمد لله. كل التعب ما راح سدى يعني. ما شاء الله اخوي راشد. الله سلام وثنى كثير. ساعد لك يعني، ساعدك الله يا رب يحمد. الله يديم عليك. يعني لو بدنا نعدل المسألة راح تطول، واحنا الجزء قد نكون محكومين بالوقت. لكن يعني اخوي راشد، لديك اصدار صوتي، ما رأيك بهاي التجربة؟ وهل يعني كانت في صالحك وستكررها في المستقبل ولا لا؟ نعم، انا الحقيقة اصدرت ديوان صوتي في سكتة في دولة الكويت ذاك الوقت، وكانت تجربة رائعة. لاقت استحسان محبي الشعر. ونحن ندرك يا سيد احمد بان الديوان المقروء يحمل قصائد كثيره، والديوان المسموع يحمل قصائد مختاره متعدده. وهذه الظاهره طيبه للشعراء لحفظ نتاجهم الشعري من الاندثار والضياع. وانصح الكثير من زملائي الشعراء الاتجاه نحو الديوان الصوتي. ولا شك الان في الوقت الحالي بفضل وجود السوشيال ميديا اعطى سرعه انتشار الحقيقة بأسرع وقت ممكن. نعم. وأيضا حفظ حقوق الأدبية، سواء كانت في تويتر أو انستغرام أو الفيسبوك وأي برنامج من برامج السوشيال ميديا التي تخدم الشعر. فالآن الشاعر إذا ما طلع في الوقت متى يطلع؟ أكيد. ننتظر يعني الصفحات الشعبية. أنا شاركت يا أستاذ أحمد ذاك الوقت عندنا في الأردن جريدة شيحان، أتذكر جريدة شيحان من الجرائد الأسبوعية. نعم. وكان لها صفحة مختصة في جانب أتذكر المعد النعيمي قبل 30 سنة أو 40 سنة تقريبا، 30 سنة تقريبا، شاركت بعدة قصائد والحمد لله لا زلت محتفظ بهذه الجرائد. هاي القصائد. نعم ما شاء الله. أيضا من الجارات الشعرية بيني وبين شعراء الأردن العزاء على قلبي جدا يعني. شاركت ايضا عندكم في تلفزيون الاردن ذاك الوقت كثيرين من زملائنا النعيمي وسامي الباسلي الحقيقه لا يحضر لي اسمائهم، تشرفت بالتعامل معهم. اخي مؤخرا شاركت في الاردن في مهرجان عشتار بالرمثة. نعم بالرمثة تحت قيادة الاخت وصال الصقار. الحقيقه هذه الاخت الحقيقه تعمل جاهدا على هذا المهرجان الموسمي بطبيعه الحال دائما يضم هذا الممثل الاخت وصال على جهودها الطيبة الحقيقة، وعلى تحملها هذا تكلفة هذا المهرجان الكبير الذي يضم العديد من الشعراء في العالم العربي أجمع. نعم. أخوي الشاعر والإعلامي راشد القناص من الإحساء من المملكة العربية السعودية، بدي وجهة نظرك بالنسبة فيما يخص يعني شعر المحاورة. هل برأيك أنه يعني هذا الشعر كل شاعر ممكن يتقن هذا الفن، وهل هي يعني تعطي الشعر حقه برأيك؟ شعر المحاورة أستاذي أحمد الحقيقة يعتمد على سرعة البديهة في الرد في الفصل والنقد. شعر المحاورة في الشعر النبطي من الفنون الجميلة. جميل جدا. ومش كل شاعر ترى يتقنه أتوقع. صحيح، ولها متابعين الحقيقة وعشاق، وليس كل شاعر يجيد فن المحاورة بدها سرعة بديهة أخوي راشد. نعم، تعتمد إلى سرعة البديهة والرد في الفتن والنقد يعني. نعم. فهناك شعراء الحقيقة شار لهم بالبنان أبدعوا في مجال الشعر القلطة أو المحاورة. نعم. طيب يعني لو يجوز ربما يتساءل إخواننا المستمعين عن طقوس الشاعر والإعلامي السعودي راشد القناص في كتاباته الشعرية.
جميل. انا الحقيقه القصيده هي اللي تكتبني. والله جميل. ليس لدي طقوس معينه في نعم. كتابة القصيدة. انت مسير وليس مخير اخوي راشد. ليس لدي طقوس معينه استاذ احمد نعم. في كتاب القصيده تكتبني، فالمعنى نعم. يفجر الحدث، حلو. ولكل قصيده مناسبتها مم. واحداثها التفصيليه. نعم. فيعني والله في اخر الليل تجي قصيده، الصباح تجي قصيده، فالهاجس الشعري نعم. اذا جاء حل خلاص. نعم. يعني تجيك دون استئذان، تطرق بابك دون استئذان. نعم صحيح. الله نعم. يثبت. انت يعني من خلال حديثك وهذا الحوار الجميل معك حقا الله والله يثبت حالك. طرقت للعديد من المؤلفات، ويجوز هذا غير من فيض، يجوز في الكثير لم تتوقف عنده او تذكره اخوي راشد في من خلال هذا اللقاء معك، بس ربما يعني ايهما اقرب من هذه المؤلفات الى قلبك؟ والله يا استاذ احمد انا حتى هذه اللحظه اصدرت تقريبا 13 اصدار ما شاء الله للشعر الشعبي، وهي اضافه للمكتبه الشعبيه. نعم. اصدار اصدرت طال عمرك نبض الولاء، وقصائد الحقيقه 30 نص بين القصائد والتغريدات في ولاة امري حفظهم الله. نعم. فدشنته في اليوم الوطني السعودي، وكان حديث المجالس الحقيقه، لانه الله يديم الخير عليك وعلى وطننا العربي الكبير كله. يعني انا سويت 3 قصائد، يعني الصوره يمين صورة سلمان حفظه الله، وصورة سيد محمد بن سلمان، وشرح هذه الصورة في هذه الأبيات، يعني عرفت؟ نعم. فهو فريد من نوعه. نعم. فالحمد لله دشنته، وكان والله لها الصدى طيب يا أستاذ أحمد. نعم. طيب أخوي راشد، يعني بدنا يعني ربما السؤال يطرح نفسه، أكثر شخصية مؤثرة فيك وبدنا تعطينا، احنا طولنا الحديث معك بس مستمعين بدهم قصيد، بدنا قصيدة غزلية يا ريت نعرف مناسبتها. بس الحقيقة الملهمة، كل قصيدة لها مناسبتها أستاذ أحمد. أنا أعطيك هذه القصيدة اللي كتبتها الحقيقة لها سنوات طويلة جدا، يعني لا زلت أنا حافظها. أقول أتذكر بالثانية والدقيقة، وكل ما ذكرتك قلت باكر أبنساك أكذب على نفسي وأخبي الحقيقة، والواقع أنك وسط الأضلاع مرساك قولت لك حب ومشاعر دقيقة في قلبي اللي ما يبي غير ذكراك حبك بقلبي والعهود الوثيقة أصونها وحدها لجل عيناك أصان حبك وسط قلبي وريقة، وفي غيبتك غصنك غدا كلها أشواك لا شفت جيدك صار يلمع بريقة مثل القمر لا دار من بين الأفلاك. أقول جل اللي فرق بالخليقة وابدع جمالك يا عسى الرب يقاك أصل من بيننا ما تعيقه، واسعد بقربك واتشرف بلقياك حيث المنى يبعد عن الصدر ضيقه يلي حشاك لو قلت أبنساك. ربي طول عمرك. الله بينساك الموت اخوي راشد الله يحييك. وهذه مناسبة استاذ احمد الحقيقه انا اشكرك جزيل الشكر. وهذه انا عندي قصيده شاركت في امسيتي الشعريه في جامعه جداره في الرمثة. نعم. اهديتها لجلاله الملك عبد الله الثاني. انا يسعدني ان اهديك واهدي مستمعين. الله يحييك والله من حسن حظنا يعني هذه القصيده اقول سلام من دار العروبه والاسلام يجمعنا بها العرق والدم الهاشمي مجده موثق بلا اقلام تشهد لها الاوطان وبفضله الجم. عبد الله الثاني لها العز قدام ذكرى عطر فواح كل البلد عم. هذا المليك اللي للأوغاد للطام كساب للطولات والعز له تم يشهد له التاريخ عامل ورا عام يامر ولا نملك سوى نقول له سم. صح لسانك يا اخوي راشد سم. بارك فيك ان شاء الله. الله يحييك. حق واجب يا طول العمر. الله يحييك يعني الله يحييك يا اخوي راشد. فيما يخص يجوز انتشرت في الفترة الأخيرة ظهور الكثير من الشاعرات أخوي راشد يعني الشاعرات وهناك في مبدعات وزي ما تفضلنا قبل شوي كمان في بعض الشعراء الرجال كمان مقلين في إطلالتهم الإعلامية كذلك الأمر في شاعرات كمان مطلات. يعني برأيك أنه هل أخذت المرأة حقها فيما يخص يعني هذا الجانب أخوي راشد؟
نعم أستاذ أحمد، المرأة الحمد لله هي شريكة الرجل، وأبدعت في المجال الشعري والشعر النسائي. شعر جميل ورائع ومميز. يعني أنا كوني كمعد في صفحة الشعر الشعبي في ذاك الوقت في جريدة الشرق، دنيا الشرق، تصل لي مشاركات نسائية جميلة جدا، جميلة جدا، مبدعة. كذلك أيضا من خلال اللقاءات اللي عملتها في برنامجي الخيمة الشعبية في إذاعة الرياض، استضفت العديد من الشاعرات، فلهن ما شاء الله حضورهن الجميل في الساحة الشعبية وأجمل وأروع. ومن وجهة نظري أنا أستاذ أحمد لا يوجد شعر نسائي أو شعر رجالي في الشعر، فالشعر موهبة، والشعر هنا والشاعر دائما يدعون بنبضات قلوبهم الصادقة وروحهم المتحملة للعناء، يدعون إلى الغذاء الروحي التي تحتاج إليه أفئدتنا كي تنسجم مع الحياة الطبيعية. فالحمد لله الكل الحقيقة أخذ دوره، سواء شعراء أو شاعرات. نعم. طيب الشاعر والإعلامي السعودي راشد القناص، والله أنا سعدت بإطلالتك صراحة. بودي أن أطيل حقا في لدي يعني الكثير من الأسئلة، لكن الوقت كما يشير لي زميل المخرج يعني أدركنا، وهناك في اتصالات كثيرة من إخواننا المستمعين. يجوز لو نبيح المجال للمشاركة بدنا نطيل الوقت أكثر من هيك، لكن كإعلامي أنت يعني برأيك شو كنت تتمنى في سؤال يعني اني اطرح عليكم ما طرحته؟ الحقيقة اتمنى الساحة الشعبية كل خير وتقدم، ومن نجاح الى نجاح لخدمة ادبنا الشعبي وموروثنا الادبي، موروث الاباء والاجداد وماضينا العريق، وارتباط حلقات الماضي بالحاضر. الحقيقة السؤال اللي ودك تطرح ما هو رأيي المتواضع في الأمسيات الشعرية؟ نعم. لا شك أستاذ أحمد الأمسيات الشعرية من العوامل المهمة في تقديم مشاعر الشاعر للجماهير، التي تستمع له بالشعر وألقاء تستمتع بالشعر وألقاء الشاعر شفهيا قصائد دون قصائد، لأن سماعه مباشرة يكون أكثر وقعا للمتلقي من قراءته. نعم. حيث يحمل الشاعر الانفعالات الصوتية والشعورية والحركية والأدائية، وكلما كان الشاعر مجيدا في إلقاء شعره قادرا على توصيله بأداء مؤثر في استمالة إليه القلوب. نعم. وحقق نجاحا جماهيريا قد لا يحققه من خلال نشر نتاجه بالفيديوهات أو في الصحافة أو المجلات الأخرى. نعم. يعني تقصد أن الأمسيات الشعرية أكثر تأثيرا نعم تكون لصيقة مباشرة، حتى في ظل هذا الكم الهائل أخوي راشد من وسائل الاتصال والتواصل اللي نشهده في هذا العصر، عصر التكنولوجيا. نعم صحيح كلامك. فالحمد لله الأمسيات الشعرية الحقيقة أعطت أريحية للمتابعين والمتلقين. لا شك بأن احنا شعب عربي دائما ذواق للشعر الشعبي، سواء قصائد سواء قصص قديمة، فهذا الموروث يبقى الحقيقة بصمة شعرية خالدة في أدبنا الخالد. نعم. والله أنا سعيد بإطلالتك وسعيد بهاي المشاركة أخوي. القامة الشعرية والإعلامي راشد القناص من الإحساء من المملكة العربية السعودية الشقيقة. الله يسعد مساك، وتحياتنا لك ولأهلنا وإخواننا وعزوتنا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية. الله يعطيك العافية أستاذ أحمد. أول شيء أشكرك جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة الحقيقة الحضور في هذا البرنامج بوح الريف الحقيقة الذي خدم الكثير من الشعراء والشاعرات، وأتاحت الفرصة لمصافحة جمهور الشاعر مع زملائه أو مع متابعينه. والشكر موصول لك ولكافة الأخوان في برنامجنا بوح الريف. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح، وأتمنى أن كنت ضيف خفيف الظل عليكم. والله ما شاء الله ضيف خفيف الظل أخوي راشد، وساعدنا والله حقا، ونتمنى لك مزيد من التقدم والازدهار. تحياتي الله لك. ربي يحفظك. أشكرك. يلا يحييك. يا هلا. في
حب منه بالنواعس فتني يا قلب عليل تعلقت في حب منه في حب منه بالنواعس فتني تمتنع ما تملك حبه ملك قلبي وفكري وظني ليلة لقانا يا ضميري تلوعت هاجت شجوني والعيون ملني حاولت عيني تمتنع ما تملكت حبه ملك قلبي وفكري وظني ليلة لقانا يا ضميري تلوعت هاجت شجوني والعيون ملني يا قلب عليل تعلق في حب منه في حب منه بالنواعس فتني بالمودة تحملت محد في زعلي وخفف الحمل عني حبه ذبحني ليتني ما تولعت من هالعذاب وزايد الشوق مني عز الله إني بالمودة تحملت محد في زعلي وخفف الحمل عني حبه ذبحني ليتني ما تولعت من هالعذاب وزايد الشوق مني يا قلب عليل تعلق في حب منه في حب منه بالنواعس فتني رغبتي ما تمكنت أنا الذي في أحبه أبكي وأغني لوني من أول للغراب ثمنت ما جيت حد رحمة ولا طعني ليه قلت
لا بس لا ربيتي ما تمكن أنا الذي في أحبه أبكي وأغني لوني من أول للغراب الثمن ما جيت حد حمه ولا طعني يا قلب عليل تعلت في حب منه في حب منه بالنواعس ختن. يسعد مساكم احبتي، متواصلين معكم في برنامج ابو حريف والبادي. هواتف برنامجنا 47 47 111 و 47 47 112. اخوي شوبرت معنا الشاعر ابو عماد. يسعد مساك ابو عماد. يا هلا، كيف الحال؟ كيف امورك؟ شلونك؟ نحمد الله، امسي عليك وعلى ضيفك الكريم الشاعر الكبير. كان معنا الشاعر راشد القناص، الله يسعد مساه، من المملكه العربيه السعوديه من مشهد. والنعم كلها جواد. الله يحييك، تفضل اخوي ابو عماد. يقول شفي على بدو تشد المضاعين، المضاعين يطووا وهدهم فوق عوج المطايا. طيب. بدو على المرباع شدوا محيلين يزين شوف ضعونهم والشلايا. شدوا على برق وبالشيل عجلين عديرة الصوان وابو حوايا. عليه مخافق تقول فيه سكين ولا قريص بسم رقط الحيايا. ولا مريض شاكين عدة سنين لانه بغل مجلاس غارب ركايا. يا نار قلبي فاطيه بالشرايين نار انتواشت والهشايم غضايا. ويا ابو مهلي زاد والجرح جرحين تنزف جروحه في بيان وخفايا. اشكي عليك الحال يا ابن العزيزين يا الطيب المعروف حلو النبايا. واقبل تحيه صغتها يوم الاثنين تحيه تجيك نقص حشايا. هذا وجودي يوم شده وهالزين ابو جديد ضرب الا الشطايا. وسلامتك سلامة المستمع. والله صح لسانك ابو عماد، وانت قامه شعريه كبيره والله. ما عليك. الله يحييك ابو عماد. مين؟ الله يحييك. نعم. تحياتي، اشكرك. ايضا معنا الكاتب والباحث والشاعر ايضا محمد الخالدي ابو هايل. يسعد مساك اخوي ابو هايل. هلا مس النور مساك. الله يسعد لي مساك. كيف امورك؟ طمني عنك. والله بشرك بخير، الحمد والشكر لله. الله يجعلك دائما بخير، وانت من شعرائنا ومن الكتاب والباحثين كمان في التراث، وشاعر ما شاء الله عليك تجمعها من كلها اخوي ابو هايل. حياك الله يا غالي. الله يحييك. تفضل، شوفي عندك الليله. والله عندنا كل خير ان شاء الله. انت الخير دائما كله عندك، واطلالتك فيها اضافه للمستمعين وكل اللي يتابعونا الان. يا سيدي، اولا انا امسي عليك وامسي على المستمعين الكرام. الله يحييك. واشكرك على دعوتي للمشاركه في هذه الليله الحلوه الموفقه ان شاء الله. تسلم. يا سيدي، في عندي يعني خلينا نحكي باللغه البدويه سالفه وردت عن العربان سابقا، وكان يحدث معهم احداث يعني تدون في قصيده يعني. نعم. ما كان في كتب وتاريخ ويتابعوا ويسجلوا مثل عصرنا اليوم، لكن كانوا يعني يضمنوا الموقع او السالفه في قصيده. فعندي الليله قصيده حسب ما سمعناها من الرواه. نعم. نريد ان نسردها على المستمعين الكرام، وان شاء الله انها تنال اعجابهم. ان شاء الله. انت دائما ما يطلع لك كل الخير، كل خير يا ابو هايل. يطول عمرك. يا سيدي، حسب ما سمعنا من الرواه في رجل اسمه عيد بشير الشلاقي من عشيرة شمر. من عشيرة الشلاقي، قبيلة شمر. شمر وهي قبيلة معروفة يعني قبيلة كبيرة ومنتشرة. هذه القبيلة يسكنون في مدينة حايل في شمال السعودية. نعم.
وكان الرجل اسمه عيد بشير الشلاقي. نعم. وهذا الرجل عنده أبناء اثنين، الكبير اسمه محمد والصغير اسمه دغيم. نعم. وبعد فترة توفاه الله وترك أبنائه. نعم. كان الكبير محمد تولى أمور البيت وإخوانه وخواته، وكان في ذاك العصر الكبير هو المسؤول الأول. نعم. والأصغر لا يعصر الكبير أمر. نعم. وكان دغيم طلعته يعني موصوفة بالذكاء، وكان شاعر وأيضا هواوي وكريم وفارس. يعني الصفات المنتشرة في القبيلة. في القبيلة كانت. وكمان يعني طرقت النقطة جوهرية انه احترام الاخ الاكبر منه، حتى مش بس فقط الاخ، يعني كان احترام اي شخص كبير حتى بغض النظر عن صلة القربة اللي كانت تربطه فيها. نعم صحيح. هذا الواقع اللي كانوا يعيشون. نعم. هذا واقع الحال. نعم يا اخي. فهذا دغيم كونه شاعر كان يحب انه البنات وهو يحب طرد الهواء، وكان اللقاء في ذاك الوقت بين الشباب والبنات في الخلاء، يسرحون بالإبل بالحلال ويتواجهوا ويتسولفوا على محبة ومحبة شرف. نعم. نعم. كان في عفة وطهر. نعم. نعم. كانوا يحبون بعضهم على شرف ويتسارحوا. فأتعرف على أحد البنات من قبيلة شمر، وكانت على حد من الجمال، محسنة وذكية البنت. فاتفق هو وياها على الزواج، على أن يطلبها من أهلها. فهذه البنت كان لها أم، والأم حسب ما سمعنا من الرواة أخلاقها شرسة شوية. فكانت هي المسيطرة على أبو البنت الزوج. نعم. واستطاعت أن ترحلوا عن أهله إلى عرب ثانيين. نعم. وكانت أخلاقها مع الجيران يعني يحصل خلافات ومشاجرات وكذا، يعني كانت أنت غير سوية. نعم. ولكن البنت على حد من الجمال والأخلاق شخصية، والرجل حبها وهي حبت الرجل كمان، واتفقوا على الزواج. فذهب لأخوه الكبير قالوا يا أخوي والله أنا أريد أتزوج. قال والساعة مباركة. نعم. أنت من تريد؟ قال والله ودي بنت فلان. فسكت أخوه الكبير ما رد عليه. نعم. الرجل يعني عندما يعني بلغ أخوه واخوه سكت، صمت ايضا. ما قدر يراجع اخوه نظرا الى احترام الاخوه. نعم. وسكت هذا الرجل. فمضى عليها وقت، وكانوا يتقابلوا في المسراح، وهي ترعى في الابل وهو ايضا يرعى. فاصرت عليه، قالت وانت وعدتني بالزواج وعدتني انك تخطبني من اهلي، يعني شو اللي حصل؟ نعم. فالرجل وجد نفسه منحرج يعني. ما عنده إجابة. ما كان عنده إجابة يعني. يعني تشجع وذهب لأخوه. قال يا أخويا أنا والله سولفت عليك سالفة وقلت لك بدي أتزوج وأنت ما رديتني. ما أعطيتني جواب. نعم. ما رديتني على خبر، ما أعطيتني الجواب. قالوا يا أخوي جوابك يجيك. فقام كتب له القصيدة. كان جوابهم شعر أبو هايل. نعم. أقول لك كان أيامها الشعر يعني هو اللي. نعم. هو الرسالة الأبلغ والأثر الكبير. نعم. فقالوا هذا القصيدة، قالوا يا دغيم هبت رياحك وأنا أوصيك من وحدة لا تفرش فراشك على الشوك. لا تاخذ اللي تبعدك عند وانيك، وطيت هذا الشور شارت على اخوك. لا تاخذ اللي تبعدك عند وانيك، نظرا لامها اللي بعدت. نعم. ابعدت ابوها. نعم. قال لا تاخذ اللي تبعدك عند وانيك،
وطلعت هذا الشور شارت على أخوك. على أخوك. وتهاوش الجيران واللي حول شمال مجري ورا الباب مسكوك. مسكوك. تهاوش الجيران واللي حواليك وتنبح شمال مجري ورا الباب مسكوك ولت عند الحساد بقصر محاشيك ينزحل فرجاك على البير كزوك. كزوك. لو بس يا اخوي. الله حرمت علي مثل ما حرمت امي علي. اعطاه الجواب برساله واضحه. نعم. الرساله واضحه. وكانوا سابقا يوم الرجل يتزوج ما كان يدور مثل عصرنا اليوم مع احترامي يعني الى نعم المعايير اللي اليوم لا يسال عن قديش راتبها ولا يسال عن نعم. كانوا يسالوا عن الاب وعن الام وعن هل ابوها شجاع فارس رجل نعم. كريم. نعم. حتى لو كانت سمراء او كان في هذا كانوا ياخذونه. ما يدوروا على لمعه الخد ولا على الراتب وعلى مثل عصرنا الحالي. في مقاييس ومعايير ثابته بالنسبه لهم. نعم. نعم. فطلع تغيم تزوج تغيم من بنت من احد القبيله زوجوا يا اخوه. وتغيم شاع صيته بالعرب وكان رجل كريم ودائما قهوته صايره والمه باستمرار حتى لقبوه براعي الوالمه. نعم. الوالمه القهوه. دائما ما تطفي على جعل النار والنار بالليل دائم معلقة النار ما تطفي. فكانت في الظلمة نار مولعة ولقبوه بالظلماوي. الظلماوي نعم. غيم الظلماوي نعم. واشتهرت غيم الظلماوي في قصيدته اللي يقول فيها يا كليب شبه النار يا كليب شبه. نعم. عليك شبه راح طبلك ايجابي. نعم. والوالمة يا كليب اجل بصبه والرزق عند اللي يقول السحابي. وكانت الآخر هذه القصيدة اللي اشتهر فيها. نعم. وهي من القصائد المعروفة ومشهورة حتى يومنا هذا والله أبو هايل. نعم يا سيدي. تنقلوها الشعار وأيضا تدونت هي باسم الرجل بغيم الظلماوي حتى يقول إنه كان يضاهي ابن رشيد بالطيب وبالكرم والقهوة. نعم. كانوا يفتخروا بالأمور الإيجابية في الكرم وطعام الضيف. نعم. إكرام الضيف والشجاعة والشهامة كانوا يفتخروا فيها ويتسابقوا عليها. الناس الشاطر اللي بده يطلع صيته نعم أمام القبيلة وأمام باقي القبائل الثانية. نعم. والله بسلامة سلمت. الله يسلمك وصح لسانك. كانت قصيرة. لا والله ما شاء الله يعني الرسالة جميلة منك في هاي القصة اللي وردتها أخوي أبو هايل إنه كيف كان الناس يعني يستمعوا البعض حتى الأخوان. احنا اليوم في عصر الأخو ما يسمع الأخوه والله يا أبو هايل. والله يا سيدي عسى الله يصلح. الله يصلح حالنا. اي والله. يعني انخليت باللي اكيد. لا طبعا مش احنا اذا نقاس بالمجتمعات والله مجتمعنا تغيرت عاداته وتقاليده القديمه. وحتى يعني انت الان لما ودك تجي يعني تشرح لابنائك او لاصدقائك الجيل الثالث تقول لهم الناس كانت هيك سابقا كانت يقولوا قصص انتهت هاي زمان. يقول يا اخي هذا عصر انتهى. اليوم احنا في عصر العلم والمعرفه والتكنولوجيا والى اخره شيء. نعم. الله يصلح الجميع. رغم كثير من القصص اللي اوردتها انت ويجوز اوردها كثير ترى نسقطها على ارض الواقع كثير. يجوز لو تامل فيها يشعر في حياته او مسيره حياته يشعر انه لازم بالفعل يطلع في مثل هاي القصص وحتى لو كانت قصه خياليه احيانا فيها الكثير من الدروس والعبر. والله ابو هايل. لا استاذ احمد يعني كل انسان له رايه يعني في الطروحات والمعينه. انا لن اطرح قصه من نسيج الخيال. نعم اكيد طبعا بعرف. نعم. فهذه القصه يعني زي ما ورد في حديثنا انه هذه قصه حقيقيه. ومدعمه باسماء اصحاب هذه اصحاب مدعم باسماء وقصه ووردت على كثير ومشهوره كمان يعني مشهوره. نعم. انا والله سعيد يعني باطلالتك اخوي محمد الخالدي ابو هايل
الله يسعد لي مساك، ودائما اطلالتك جميله فيها اضافه اجمل. ايضا انا اسعد وانا تحت امرك الله يحييك. الله اي لحظه او اي ساعه حبيت ان اشارككم. والله انت اعتبرها لفتة كريمة وشرف لي. الله يحييك ابو هايل، وانت المعين الذي لا ينضب فيه. عندك الكثير من القصص الجميلة واللي تحمل الكثير من العبر والدروس. سعيد باطلالتك محمد الخالدي ابو هايل، مرة اخرى يسعد مساك، تحياتي لك، شكرا لك. شكرا لك. ايضا احبتي اشكرك. ايضا اشكر زميلي شوبرت النمري من التنفيذ الهندسي المباشر، وايضا اشكر الزميل رامي مارديني في غرفة المراقبة الرئيسية. يوم الاربعاء القادم بمشيئة الله من الساعة 9:30 حتى الساعة 11 يتجدد لقاءنا. سعيدة بلقائكم احمد الزوايدة. على